مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قصتنا اليوم قصة قريبة بالعصر الحديث، يعني جدا قريبة. والقصة يا أخوان والله أنها عجيبة غريبة، إن صدقناها ممكن، وإن كذبناها ممكنين بعد. لكن نرجع ونقول مع تقدم العلم والتكنولوجيا والاتصالات والأشياء اللي تظهر لنا غريبة، والله من ناحية أنا بالنسبة لي أصدقها، ولكن حنا ودنا نعرضها عليكم وعطونا رأيكم، وش النسبة من الصدق وش النسبة من الكذب. في دكتور صاحب لنا الدكتور هذا، ودائما تردد عليه أما علاج أما شغله أما. يوم من الأيام جيته وقال والله يا فلان مرت علي قصة صايرة بالصحراء عندكم. قلت أيوه، وش القصة؟ قال القصة أنا يقول سمعتها يمكن بحياتي مرة مثلها، وهذه المرة الثانية، حتى المرة اللي سمعتها الأولى ما أدري عن حقيقتها. يقول قلت وش خير إن شاء الله؟ قال في رجال جاب لي ولده وعرضه علي وعلمني بالقصة وش اللي صار معه وش اللي صار مع ولده. قلت وش السالفة؟ علمني. قال السالفة يا طويل العمر، الرجال طالع للبر يتمشى هو وأخويه معه والولد من جملة اللي معه ولده هذا عمره ودك تقدره بال10 سنين 11 سنة، توه صغير، والمدرسة معطلة واخذه معه. يقول قعدنا حول 5 أيام وحنا بها هالعشب ونحوم ونقنص بالليل ندور رانب. المنطقة يقول خالية، في طوارف بدو، أحيانا نشوف بدو وأحيانا ما نشوف. الله يقول مرة من المرات وحنا نجي طالعين، ولدي معي وواحد من أخويانا، وأخويانا الثانيين راحوا الجهة ثانية بعد العشاء. يقول الله يقول وحنا نحوم ندور أما أرنب أما شغلة أما. يوم حسينا ويا متجه علينا شغلة إلا طيارة إلا هيليكوبتر على وجه الأرض، يقول دوب مرتفع عن الأرض أبدا متجه علينا وحنا نوقف. يوم أنه وقفنا ولا واصل، يقول سرعته عجيبة غريبة تقل برق وصوت ما له، يقول ولأنه مستدير، ما هو مثل الطيارة مستدير كذا وفيه ضيان كثيرة وخافته الضيان، دوبك تحقق إن في ضيان. قال وصلنا حنا نحسبه بعيد لكن وصلنا أسرع من البرق، يقول دوبه مرتفع عن الأرض. والله أني تحريت أنه يضرب سيارتنا، يا ستار يا ستار، وحنا نوقف. يوم جاء على وجيهنا، يقول وهو يضربنا بهاك الضوء، كل الأنوار الخافته فجت فجة واحدة وكأنه برق، يقول كأنها عاصفة، لكن صوت ما فيه. الضيان هذه يقول يورالي إنها مرقت من القزاز علينا، يقول ضيان مثل العواميد متشعبة، يقول وهو يكفخ مثل الطير من فوقنا، ولا حنا فاقدين. أنا بالنسبة لي حولت، ماني داري عن حالي إني حولت، وكأننا فقدنا الوعي. يقول
طبعا حنا قلنا صوت ما فيه. قعدت يقول ثواني وانا ماني مركز باللي حصل، وماسك السيارة وهو واقف، لكن ماني داري كيف حولت وش اللي حصل. اذكر يعني ما تذكري يشبه الحلم، وكأني حالم حلم. يقول بعد شوي رجع وعي لي وذاكرتي وش اللي صار معنا، وعرفت ان اللي صار معنا كذا، وناديت على خوياي الولد وخويي بالسيارة ما حولوا. يا خوياي انتم طيبين؟ قالوا طيبين. وش اللي حصل معنا؟ قالوا والله ما ندري وش اللي حصل، اللي جانا هذا يستدير ما ندري وش. والله يقول ونغسل وجوهنا ونحول ونقعد لنا حول 10 دقائق. قلت المقناص خير ودنا نرجع للعزبة. وحنا نرجع لعزبتنا، أخويانا بعدهم ما جو، ونقعد. لكن نتذكر اللي صار معنا شبه إن ما نقدر نوصفه. قال والله طبعا هذا يسولفها على الدكتور، ما هو علي أنا، يسولف السالفة على الدكتور لأنه عارض ولده على الدكتور. قال جو أخويانا وعلمناهم باللي حصل معنا. أخويانا صاروا يضحكون مثل اللي كذبونا، مثل اللي بعضهم مشكك وبعضهم مصدق وبعضهم ما حبيت ألح عليهم أنهم يصدقونا والله يكذبونا. سكت. قعدنا بعدها يومين وجينا مروحين، أنا وولدي بسياراتنا وأخوياي ركبوا بسياراتهم. قال ولدي كان يسولف علي سوالف ما عمر سمعتها مني، سوالف أكبر من عقله وأكبر من حجمه وأكبر سوالف علمية ودها علماء يسولفون بها. قال بحر بيه ولاني مصدق، هذا ولدي اللي تكلم الكلام هذا. قال يا ولد أنت متى نزل عليك وحي العلم هذا؟ قالوا بالفعل سوالف يعني حقيقية ما هي. قلت الولد شتت والله صار بعقله بلا من هاللي صار معنا، لأنه صغير يمكن 11 ما وصل 11. قال تدري يا يبا أني صرت أحكي إنجليزي؟ قال أيوة هذه علامة التشتيت. قال وش تقول؟ قال أحكي إنجليزي 100%. قال سمعني. قال هو يقوم يرطل. أنا ما أعرف بالإنجليزي، عندي مبادئ وعارف أني أحكي إنجليزي بس ما أدري وش يقول. قال هذا وين تعلم الشغلة؟ والله يقول وصلنا الديرة، قلت يبا خلص لا تعلم أحد واسكت يا ما نشوف وضعنا وشلون نسوي. قالوا حنا ولا فيه واحد من عربنا يقول من أهل شركة رامكو يشتغل ويعرف إنجليزي. بيني وبينه علمته سري، قلت يا أخوي حنا حدث معنا حادث كذا كذا كذا، وولدي صار يشتت ويقول أنا حكي إنجليزي ويبربر علي ما أدري هو إنجليزي والله ما هو إنجليزي، وأنا خايف بالعربي على ولدي. والحادث اللي صار معنا ما هو حادث سهل وعلمته يقول. والله قالوا هو يجي عندنا بالبيت وسوى حاله اني ما علمته ويحكي معه بالانجليزي ويرد عليه بالانجليزي الولد. قال ما شاء الله وين متعلم يا فلان الانجليزي؟ يقول للوليد. قال تعلمت. قالوا قام يناقشه بامور علميه ولا الولد يرد عليه بكل اريحيه. سكت وقال يا رجل والله اللي صار مع ولدك هذا لو اسولفه ما حد يصدقني وانت ما حد يصدقك. فجأة يحكي انجليزي ويسولف علينا بسوالف علمية اكبر من حجمه. اعرض ولدك على دكتور وشوف وش يقول لك الدكتور والله يستر ان شاء الله. اما لغته بالانجليزي 100% وسوالفه اللي يسولفها العلمية هذه ما فيها كلام، علمية صحيح. يقول وانا قال من تشير علي اروح له؟ قال روح للدكتور فلان
هذا معه تخصص نفسية وأعصاب، ورغم أنه طبيب بعد عام، وشوف علمه بالقصة، وكل هذا اللي حدث مع ولدي بعد ما صارت معنا هالقصة. هل هذا أمر طبيعي أو أنه خارج من الطبيعة، أو ولدي عقله ضرب؟ حتى لو ضرب عقله شلون يحكي إنجليزي؟ والله أنها عجبه يا جماعة. يقول وياخذه ويوديها الطبيب اللي سولفها علينا. قالوا يجيني الرجل وولده معه ويعلمني بالحادث اللي صار معهم، اللي رويته عليكم، وحكيت مع الولد فعلا لغته إنجليزية طلقة، وكأنه عايش مع الإنجليزي له 100 سنة، والعلوم العلمية اللي يسولف بها حقيقة ما فيها جدل. يقول قلت والله يا فلان طلعنا الولد برا، ولدك هذه ثاني قصة أسمع بها بحياتي. فيه ياباني ولد مثل ولدك صارت معه القصة هذه فجأة، ولا أحد يدري اليوم ليش صارت. لكن أنا أشور عليك أنك تدور لك دكتور، اسمهم دكاترة ما وراء الطبيعة، يعني خارج الطبيعة، بالعلوم اللي ما وراء الطبيعة، وشوفوا شو يقول لك، وخلي يسولف مع الولد ويحكي مع الولد ويناقشه بالعلوم اللي علمنا بها. هذه يا جماعة القصة اللي رواها علينا الطبيب، ما هو صاحب القصة، حتى ما علمنا لا باسمه ولا بمحله ولا بديرته ولا، قال هذه نحتفظ بها أمور خاصة. ولا ندري عاد، ودنا رأيكم وتعليقكم، هل هذا من الحقيقة ولا من الخيال ولا وشو؟ أمر عجيب غريب، ونستودعكم الله.